إزاي تقدر تعرف أي باسورد شبكة واي فاي أنت كنت متصل بيها قبل كده؟ إزاي تعرف الموضوع ده من خلال الCMD؟ تعالَ كده اضغط على Windows R هيفتح معاك قايمة run هتكتب CMD واضغط على Enter هيفتح معاك الCMD هتبدأ تكتب الأمر ده Netsh WLAN show profiles هتضغط على Enter هيبدأ يجيب لك كل الشبكات اللي اتصل بيها الجهاز بتاعك زي ما إحنا شايفين كده. طب إزاي بقى تعرف تفاصيل الشبكة دي، تعرف الباسورد بتاعها، تعرف كل تفاصيل عنها؟ أول حاجة هتعملها هتيجي تكتب نفس الأمر زي ما إحنا شايفين كده، وهتختار اسم الشبكة اللي أنت عايز تعرف التفاصيل بتاعتها وعايز تعرف الباسورد بتاعها، وليكن مثلًا نختار الشبكة دي اللي هي TD هنبدأ إن إحنا نعمل مسافة ونحط اسم الشبكة ونعمل مسافة، بعد كده هنيجي نكتب K بيساوي clear بالشكل ده، واضغط على Enter هيبدأ يجيب لك كل التفاصيل عن الشبكة، ولو نزلت تحت هنا كده عند الاختيار ده هتلاقي الباسورد بتاع الشبكة، وده فعلًا الباسورد اللي كان موجود على الشبكة قبل كده. طبعًا الميزة دي هتشتغل معاك، بس لازم إن أنت تكون اتصلت بالشبكات قبل كده.